السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. كما عودتكم في قناتي دايما عندكم وصفات سهلة بسيطة راقية عصرية وتقليدية وأكيد تكون في متناول الجميع. غالياتي كما عودتكم دايما عندكم وصفات رائعة ناجحة من أول مرة. كما راكم تشوفوا المقدمة تاع فيديو وصفتنا لنهار اليوم إن شاء الله راح نديرو خبز الدار غير بالسميد. طريقة تحضيره جد سهلة ناجحة من أول مرة. بلا ما نطول عليكم نبداو بسم الله على بركة الله. اول حاجه هنا في لا ريسيبي عندنا 2 كيلو تاع السميد، راح نزيدو لهم مغرفه تاع خميره الخبز، وعلى حساب الجو وعلى حساب المطبخ تاعك اذا كان بارد الحال تقدري ديري مغرفه ونص، ونزيدو لهم مغرفه ونص تاع السكر. وبنفس الكيلو اللي قيسنا السميد راح نديرو كيلو تاع حليب يكون دافي. نفرغوا هذاك الحليب دفعه واحده ونحاولوا ندخلوا هذاك الحليب مليح مليح في السميد. وعندنا كيلو تاع ماء دافي بنفس الكيلة اللي كيلنا بها الماء والحليب. نديرو الماء هذا بدفعات درك على حساب السميد، كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. قادر ديري الكيلة كاملة وقادر ديري غير نص منها ولا اكثر شويه من النص. حنا راح نفرغوها بالتدريج حتى نتحصلوا على خليط يكون كيما تاع البغري ثقيل شويه عليه. كما راهو باين هنا عندي في لا فيديو راني نحاول نبسط لكم الشرح، نبسط لكم الامور كامل باش كي ديروا الوصفه تاعي راح تنجحوا فيها من اول مره. نعاودكم غالياتي كي تفرغوا الماء تبداو تحسوا بالخليط تاعكم يبان لكم كيما تاع البغل ثقيل شويه عليه، ثم تحبسوا الماء. انا شوفوا الكيله هذه تاع الماء درت منها اكثر شويه من النص. نغطي على الخليط تاعي واحد النص ساعه 20 دقيقه. كي تحسي بدا الخليط تاعك هذاك تتفاعل فيه الخميره ويطلع لك تعاودي ترجعي له بنفس الكيله اللي قيسنا بها المقادير تاعنا كامل. راح نديرو ربع كيله تاع الزيت نفرغوه هنا في الخليط، ونزيدو بيض تاع حبه بيض الصفا راح نخليوه للتزيين. نزيدو مغرفه ممسوحه تاع الملح، ونزيدو مغرفه تاع الخل. السر في الخل هذا راح يخلي خبز الدار تاعنا يجينا خفيف ويجينا هشيش. وهنا اللي تحب دير الزرارع اي زرارع تحبهم، تقدر دير جلجلان، تقدر دير سانوج، تحب دير حبه حلاوه، تحب زريعه البسباس، كل وحده دير الزرارع اللي تحبهم. اللي ما تحبهمش تستغنى عليهم. بنفس الكيره راح نديرو كيلو تاع سميد. درك هنا ثاني السميد دائما نقول لكم حبيباتي حتى في الكيله هنا اذا شتي الخليط تاعك مازال طري تقدري تزيدي كيلو ونص ولا كيلو ربع تاع السميد. المهم تتحصلي على خليط ولا على عجينه تكون طريه. انا درت غير كيلو واحده لانه السميد تاعي يشرب. ومن بعد نحاول بالطريقه هذه كما شفتوني البنات تحاولوا العجينه تاعكم تعجنوها هنا غير بشويه، يعني كشراكم تقطعوا فيها، يعني ماش تعجنوها بزاف هكذا بالشكل هذا. ومن بعد كي تعجنوها بالشكل هذا ولا تقطعوها كما شفتوني هنا في لا فيديو. كما قلت لكم غالياتي راني نحاول نبسط لكم الشرح. نحكم العجينه تاعي ونحطها في البيتران ونخليها تعجن. في البدايه نديرو يعني الدرجه الاولى الدور غير بشويه بشويه. كي تبدا تتعجن نضيفوا لها مغرفه تاع الزبده تكوني جبدتيها من قبل، تكون الزبده تاعك طريه شويه. هذه الزبده تزيد تعطي الخبز الدار تاعنا خفه ويجينا خفيف ويجينا هايل. كما قلت لكم حبيباتي يعني خبز الدار تاعنا راهو غير بالسميد يعني بلا فارينه. كاين بزاف اللي يطلبوا مني وصفات تاع خبز الدار تكون غير بالسميد ما يحبوش الفارينه. بعد ما تعجنت لي هذيك العجينه مع ذيك المغرفه تاع الزبده تعجنت مليح، دركا واش ندير نزيد نغطي عليها ونخليها تدي وقتها في التخمر. شوفوا حبيباتي دائما نقول لكم كل ما تخليو العجينه تاعكم تتخمر كل ما راح تتحصلوا على خبز الدار ولا على مطلوع يكون خفيف ويكون ناجح من اول تجربه. شوفوا بعد ما خليته دالي وقت في التخمر تخمر لي مليح كما باين هنا عندنا في لا فيديو. دركا واش راح ندير بلا ما نعجنو ديكازيت العجينه غير نخرج هذاك الخمول. نوجد السنيوه تاعي ندهنها بالزبده. من الاحسن البنات تدهنوا بالزبده خير من الزيت باش يجيكم هذاك الخبز الدار تاعكم حميمر يجيكم شباب وهايل. نقرصها بالطريقه هذه خليوها تريح شويه باش كي تقرصوها راح تجيكم سهله في التقراص ما تعبكمش كامل. قرصتها في السنيوه هذه ومن جهه حضرت هذاك الصفار اللي خليناه درت فيه شويه تاع حليب. حبت دير الحليب اللي حبت دير قهوه اللي حبت دير الزيت واللي حبت دير حتى قطرات تاع الخل باش تنحي لكم هذيك الريحه تاع البيض. ونحاول ندهن سطح الخبز الدار تاعي بالشكل هذا دهنوه مليح ومن بعد نزينه بالزرارع.
دائما نقول لكم التزيين حبيباتي نتوما تبدعوا تزينوا بالشكل اللي تحبوه، سواء في المخبوزات سواء في الوصفات كامل اللي نعطي لكم تزينوا كما تحبوا. انا بعد ما زينت بعد ما دهنت سطح الخبز الدار تاعي بالشكل هذا نزينه بشويه تاع سانوج ونزيد له شويه تاع جلجلان ونعاود نغطي عليه ونخليه يدي وقته في التخمار. يتخمرنا نسبه 80%. بعد ما يتخمر لي نشعل في الوقت هذاك الفرن تاعي. لازم خبز الدار يحتاج للفرن يكون سخون مليح مليح. ندخل السنيوات تاعي نشوف الجوانب تاع الخبز الدار تاعي بداو يتحمروا لي، نزيد لهم من الفوق وهكذا ان شاء الله. بعد ما يطيب تشوفوا خبز الدار تاعنا تاع نهار اليوم اللي هو تاع السميد يكون واجد. اذا غالياتي وصفتنا لنهار اليوم اللي هي خبز الدار غير بالسميد راهي واجده. شوفوا بسم الله ما شاء الله طاب لي من التحت تحمر لي مليح. كي شفت السنيوه تاعي كما قلت لكم بدات تحمر لي من الجوانب زدت لها من الفوق طاب لي كما بغيتو باللون ما شاء الله حميمر يهبل البنات يشهي. ان شاء الله نكون شهيتكم في الجنه حبيباتي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع خبز الدار غير بالسميد. شوفوا بسم الله ما شاء الله. ودائما نقول لكم البنات ملاحظه هذه ولا التدبيره، المخبوزات تاعكم ما تقطعوهمش وهما سخونين حتى يبرد الخبز تاعكم وقطعوه باش يتقطع لكم يعني بشكل يكون مليح ما يتعجن لكمش. شوفوا البنات راهو غير بالسميد راهو ما شاء الله خفيف خفيف صدقوني كي القطن. مرات التصوير ما يعطيش للوصفه حقها، يعني قد ما صورت ما يمدش للوصفه حقها. اذا هنا نكونوا خلصنا وصفتنا لنهار اليوم. تقدروا تبارطاجيو لا فيديو والقناة على مواقع التواصل، هكذا اللي ما عرفش قناتي يتعرف عليها وتستافدوا كامل من وصفاتي. حبيباتي ما تنساوش الجيم وما تنساوش دعوة الخير.